لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا زلمة دق بابي مرة قال لي أعطينا بالله كاسة شاي، أي نعم كاسة هيك عبي لها شاي، جيب كاسة سكر والله بمعيتها، فنجان قهوة والله هيك بن مشان شو خلفتك ونسيتك أنا، فهمنا ولا؟ لما تدق الباب ثاني مرة خرب بيت قلبك هلكتني. إيه بني آدم بيزعل دغري، بيتحمله مرة مرتين ثلاثة، بعدين هنا كشكتها يا زلمة شو بقى. لكن الله سبحانه وتعالى بيحب العباد يسألوه، يقول يا موسى سلني ولو ملح طعامك. كانوا الصحابة يسألوا رب العالمين سبحانه وتعالى حتى وشراك النعل، إذا واحد قطع نعله يقول له رب قطع نعلي بدي نعل. شوف قديش درجة اتصالهم مع الله سبحانه وتعالى، كل شيء يطلبوه من الله، كل شيء. هيك الله سبحانه وتعالى بيحب يشوفك انه ايه المتذلل بين ايديه، طلباتك منه شو بدك تسأله له. هو الله سبحانه وتعالى ما بيدندل بالإفة، لأنه في طرق اي نعم ارقى من انه يدندل بالإفة. في طرق بيرزقنا من بعضنا البعض، يعطينا عن طريق بعضنا البعض. ايه واللي الله حارمه حارمه.